مصارعين بيمشوا عشان الاتحاد مش عايزهم، وفي مصارعين بيمشوا عشان هما اللي مش عايزين الاتحاد. سي ام بانك بقى عمل الاتنين بس بطريقته. النهارده انا مش هقول لكم تعالوا نتمشى في حياة احدهم، لا، الموضوع مش كده. النهارده انا اللي هتمشى في تفاصيل اعظم قرار حصل في كارير مصارع، ولو حابب تقدر تيجي تتمشى معايا. النهارده انا هحكي لكم عن مشيان بانك من الاتحاد، والموضوع كله عبارة عن سؤال: هو بانك كان لازم يمشي من الاتحاد في 2014؟ يلا بينا على غرفة الكواليس. في سؤال هيتسأل من اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي: معلش بس هو انت مين؟ انا محمد بدوي، ودي مش قناة مصارعة، دي غرفة الكواليس نفسها. انا عارف ان انا غبت فترة محترمة، بس فقدان الشغف ده صعب، بس اهو بنحاول نرجع. فلو عجبك المحتوى في اي وقت وانت بتتفرج على الفيديو تقدر تشترك في القناة وتعمل لايك. قبل ما احكي لك عن مشيان بانك من الاتحاد، انت من حقك تعرف مين بانك ده اصلا. طيب، فليك جاك بروكس، او زي ما احنا نعرفه باسم سي ام بانك. بانك اتولد في شيكاغو سنة 78، يعني تقريبا عنده 48 سنة. بانك بدأ المسيرة بتاعته في اتحادات صغيرة سنة 99 لغاية ما راح لاتحاد رينج اوف اونر من فترة 2002 ل 2005. بعد الفترة اللي قضاها في رينج اوف اونر مضى مع الدبليو دبليو اي ودخلها في 2005 وخرج منها في 2014 ورجع لها تاني في 2023، ولغاية دلوقتي بيلعب في الاتحاد. وعنده ماتش كمان كام يوم كده في الحدث الرئيسي الراس المنيا 42 قصاد رومان رينز، اللي بالمناسبة أنا عملت فيديو عنه من حوالي شهر تقريبا. لو حابب تشوفه تقدر تتفرج عليه من علامة الآي اللي فوق في الشاشة. بانك اتعرف بألقاب كتير وأشهرهم The Best in the World أو The Voice of the Voiceless، ومن أهم إنجازاته فاز بشنطة الماني إن ذا بانك مرتين ورا بعض 2008 و2009، وفضل بطل الدبليو دبليو إي لمدة 434 يوم، وده كان رقم كبير أيامها. وساعتها كان مدير أعماله بول هيمن. بول هيمن سر نجاح أي مصارع بيشتغل معاه. مهم كده انت عرفت نبذة بسيطة عشان تفهم الشخص اللي هنتكلم عنه. أنا هنا مش عشان أحكي لك قصة حياته، أنا هنا عشان أدردش معاك في نقطة محددة، اللي هي هو بانك كان لازم يمشي من الاتحاد؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ليه أصلا بانك مشي. الحكاية بسيطة. بص يا صديقي، تخيل انك تكون البطل وفي موسم ريسل مانيا اكبر عرض في السنة وما تبقاش في الحدث الرئيسي للعرض. طيب بلاش، تخيل انك تضطر تصارع وانت في حالة جسدية يرثى لها ومش قادر اصلا تتحرك من الوجع، ورغم كده مديرك يحطك في ماتشات تقيلة. طب تخيل انك تتعالج مع دكتور والدكتور يشخصك ويعالجك غلط ويعالج الحالة الصحية بتاعتك بطريقة غلط. كل دي كانت اسباب كفيلة تخلي بانك يسيب الاتحاد. سرقت فرصته في تصدر الحدث الرئيسي راس المنيا مرتين ورا بعض ومن نفس الاشخاص اللي كانوا سينا والروك. عداوته مع الإدارة وإنهم مش شايفين فيه إنه مصارع موهوب وبيحاولوا يهمشوه، الإصابات الكتيرة اللي كان بيتعرض لها، ورغم كده الإدارة كانت بتحطه في ماتشات بدل ما تديله راحة. حتى الدكتور اللي بيشخص حالته الصحية كان بيشخص غلط أصلا، وكان بيديله مضادات حيوية بدل ما يعالجه فعلا. كل اللي حصل ده كان بيمهد لمشيان بانك من الاتحاد. بص يا صديقي، في 2011 وفي عرض رو كان في ماتش بين ارتروس وجون سينا، وفي الفترة دي كان في عداوة شغالة بين بانك وسينا، وكان متحدد ماتش بينهم في عرض ماني ان ذا بانك على اللقب. وبالمناسبة في الوقت ده او الماتش اللي قلت لك عليه اللي كان بين ارتروس وجون سينا، بانك اتدخل في الماتش وشتت سينا وخلى ارتروس يكسب. بعديها طلع ضرب سينا وخرج بره الحلبة وقعد عند الستيج ومسك المايك وقال. في الاول هو وجه كلامه لسينا وقال له: انا عايزك تسمعني كويس عشان في حاجات كتيرة محشورة في صدري وعاوز اتكلم عنها دلوقتي، والكلام ده انا عاوز اقوله لك قبل ما اخد البطولة منك. انا مش بكرهك يا سينا ولا حتى ما بحبكش، يمكن انا معجب بيك اكتر من كل الناس اللي في الكواليس. انا بس بكره فكرة انك الافضل، لانك مش كده اصلا. انا الافضل في العالم، ولكن في حاجة انت بتعرف تعملها احسن مني، وهي انك بتعرف تطبل لفينس ماكمان افضل مني، زيك زي هالك هوجن بالظبط، وبرضه دوين. وهنا بانك كان قصده على الروك باسمه الحقيقي، وكمل وقال وبرضه دوين كان بيعرف يعمل زيكم كده. كان وما زال انا افضل مصارع في العالم، انا الافضل من اول يوم ليا في المجال. ولما جيت الشركه دي في البدايه الكل كرهني، لكن بول هيمن شاف فيا حاجه ومحدش غيره اعترف بيها. ايوه فعلا انا تابع لبول هيمن. عارفين مين تاني تابع لبول هيمن؟ بروك ليزنر، وهو فصل نفسه عن المكان ده زي ما انا كمان هعمل كده. ولكن في فرق بيني وبين بروك، اني همشي من هنا وانا بطل الدبليو دبليو اي. انا اخدت وعود خياليه من فينس ماكمان، ولكن في الاخر كلها خياليه فعلا.
بس الشيء الوحيد الحقيقي هنا هو أنا. ويوم بعد يوم لمدة 6 سنين فضلت أثبت للكل إني الأفضل في العالم على المايك. ده حتى لو بقيت معلق على ترابيزة التعليق، أنا الأفضل ومحدش زيي. ومع ذلك برغم إني أثبتت ده كتير جدا، فأنا مش موجود على المنتجات ولا على غلاف المجلات ولا بظهر في البرامج ولا حتى معمول لي أفلام. ده أنا حتى مش موجود في مقدمة العروض الأسبوعية زي باقي المصارعين. مع إن لو جيت للحق يا جون، فأنا أستحق أكون في كل الحاجات دي أكتر من أي حد. وصدقني بصراحة حوار إن دوين جونسون حجز مكان لنفسه في الحدث الرئيسي لراسلمانيا السنة الجاية، وإنه هيكون موجود فيها وأنا لأ، فالموضوع ده مخليني قرفان جدا. صحيح، الناس اللي بتهتف ليا دلوقتي هم نفس الناس اللي بيشتروا تذاكر العروض والمنتجات، ونفس الناس اللي بيحاولوا يحصلوا على إمضتي على أي صورة، وبعد كده يروحوا يبيعوا الصورة دي على موقع اي باي عشان يكسبوا شوية فلوس لأنهم مش لاقيين شغل. ولكن المهم، أنا همشي وأسيب الاتحاد ده يوم 17 يوليو. بس مين يعرف، يمكن لما اخد اللقب ده معايا هروح ادافع عنه في اتحاد اليابان مثلا، او يمكن اخده وارجع بيه لاتحاد رينج اوف اونر. بعديها بنلاقي سي ام مونكي بيبص للكاميرا وبيتكلم بيقول: Hey Colt Cabana, how you doing? اهلا كال كابانا، عامل ايه؟ وبيكمل كلامه وبيقول للجمهور: السبب اللي مخليني امشي هو انتوا، عشان بعد ما امشي من الشركه دي هتفضل تكسب برضه، وكل حاجه هتفضل زي ما هي، وفينس ماكمان هيفضل يكسب فلوس ويفضل مليونير، مع انه المفروض يكون ملياردير. بس عارفين ليه هو مش ملياردير؟ عشان حواليه ناس نصابين وبيستغلوه وبيخدعوه، زي جون ليوناردز مثلا، اللي بيقول لفينس ماكمان كل حاجه هو عاوز يسمعها، وبيعمل له كل حاجه هو عاوزها عشان يفضل يخليه مخدوع. انا شايف ان الشركه دي يمكن هتكون احسن بعد وفاه فينس ماكمان، ولكن في الحقيقه هيتم الاستيلاء عليها عن طريق بنته الغبيه وجوز بنته الاغبى وباقي افراد عيلته الغبيه. خليني اقول لكم قصه شخصيه حصلت لي مع فينس ماكمان، لان احنا دلوقتي عاملين حمله عليه وعلى كل الناس اللي زيه. بس فجاه بنلاقي المايك اللي بانك بيتكلم فيه اتقطع عليه وخلص العرض على كده. عايز اقول لكم ان بانك اللي قاله ده قلب الدنيا حرفيا، لدرجه ان الاتحاد وقف بانك بعد الكلام اللي اتقال، ودي كانت بداية تمرد بانك على الاتحاد. بانك كان شايف ان هو طالع عينه وبيشتغل 300 يوم في السنة وبيقدم بروموهات تاريخية وماتشات جامدة، ورغم كده الاتحاد مش شايفه واجهة ليه، ومخلي ناس زي سينا والروك اعلى منه مع انه بيشتغل اكتر منهم. غضب بانك من الاتحاد كان باين قوي في البرومو، والصراحة هو كان عنده حق. لكن الموضوع ما انتهاش على كده. بعد سرقة الحدث الرئيسي لراسلمانيا بين بانك لسنتين ورا بعض، بانك دخل في فترة تهميش جامدة، وكان بيدخل في عداوات وماتشات ملهاش لازمة، وجات عليه فترة كان مصاب فيها. ورغم كده الاتحاد كان بيحطه في ماتشات، من ضمنهم ماتشه ضد فريق الشيلد، وكان نوع الماتش 3 ضد 1، وبانك كان اصلا مصاب ومش قادر يلعب. ورغم كده الاتحاد عمل الماتش ده. بعد ماتش بانك مع الشيلد، بانك طلع ورا الكواليس وهو منتهي حرفيا. تخيل ان المصارع ده اللي شايل العروض على كتفه مش بس مش مقدرينه، دول بيستهلكوه جسديا لغايه ما يخلصوا عليه. بانك في الفتره دي كان عنده اصابه في ركبته وارتجاج في المخ، ومع ذلك الاداره ما كانتش بترحمه. لكن اللحظه اللي فعلا جابت اخره كانت لحظه رويال رامبل 2014. في عرض الرويال رامبل 2014 بانك قعد في الحلبه 49 دقيقه وهو مصاب بارتجاج في المخ، ولما خرج عرف ان المخطط لراس المنيا 30 هو انه يلعب تريبل اتش في ماتش عادي، بحيث ان هم يصفوا الخلافات اللي بينهم في نص العرض، كمان مش في حدث رئيسي. وباتيستا اللي لسه راجع من هوليود هو اللي هياخد الحدث الرئيسي، يعني لتالت مرة حد لسه راجع هو اللي ياخد مكانه في الحدث الرئيسي لراس المنيا. كأن الاتحاد بيقول لبانك احنا مش شايفينك. تاني يوم في عرض الرو بعد الرامبل، بانك دخل لمكتب فينس ماكمان وكان ساعتها موجود تريبل اتش. بانك بص في وشهم وقال لهم انا مش قادر اكمل، انا محتاج راحة، انا مروح بيتي. فينس حاول يهديه بس بانك كان خلاص قفل، وبص لتريبل اتش وقال له انا مش محتاج العبك، انت اللي محتاج تلعبني عشان تلمع صورتك، انا ماشي. بانك كان جاب اخره من اللي بيحصل ومن سوء الاداره وتهميشه والناس اللي بتاخد فرصه اللي يستحقها. وعشان تعرف قد ايه العلاقه وصلت لطريق مسدود، بانك فضل قاعد في البيت فتره، والاتحاد ما بعتش يصالحه، لا دول بعتوا له ورقه فصله من العمل يوم فرحه بالظبط على ايجي ليه. دي كانت النقطه اللي خلت بانك يحلف انه مش هيرجع للرياضه دي تاني، مش للاتحاد، للرياضه ككل. انت متخيل الاداره كانت بتعامله ازاي يا صديقي؟ ولا معامله العبيد فعليا. كل ده عشان واحد زي سينا ولا روك ولا باتيستا ولا اورتن. انا عارف ان الاسامي دي تقيله وليها تاريخ محترم، لكن برضه بانك مش قليل وكان يستاهل افضل من اللي هو كان فيه. نرجع بقى للسؤال المهم، هل بانك كان لازم يمشي في 2014؟ الاجابه اللي انا هقولها دي من وجهه نظري المتواضعه،
تختلف فيها، تعترض، تمام، بس ده اللي انا شايفه. اجابتي هي ايوه يا صديقي، ده كان لازم يحصل. عارفين بانك لو كان كمل في الاتحاد كان هيبقى زي مين؟ زي شيماس ودولف زيجلر، ناس موهوبة وشاطرة على عيني وعلى راسي، ما عنديش مشكلة، بس مهمشين، محروقين بالنسبة للاتحاد. آخرهم بطولات ميد كارد، ده لو خدوها. بانك كان لازم يسيب الاتحاد ويجرب حظه في أماكن تانية، زي ما راح اليو اف سي وفشل، وراح الاي اي دبليو وسابها، وكل ده عشان يوم ما يرجع يهيمن على الشركة من تاني. بانك من ساعة ما رجع عامل عظمة، والاتحاد حطه في المكان اللي يستحقها، بقى بطل العالم، وتصدر الحدث الرئيسي لراس المنيا السنة اللي فاتت، وهيتصدر برضه السنة دي، وعمل عداوة من أفضل العداوات اللي أنا شفتها آخر كام سنة. عداوته مع درو ماكنتاير اللي قعدت سنة بحالها، وعداوته مع سيس رولينز، وحتى دلوقتي عداوته مع رومان رينز تحفة، وبيعمل بروموهات جبارة. ودي بمكان اللي بانك فعلا كان المفروض ياخدها من زمان. وزي ما قلت لك في الأول، عشان تاخد كل حاجة لازم أحيانا تسيب كل حاجة. كودي رودز ساب الاتحاد وهو ستار داست، ورجع وهو الكابوس الامريكي اللي خلص الحكايه وانهى فتره رومان باللقب. وبانك ساب الاتحاد وهو مطرود يوم فرحه، ورجع وهو اكبر نجم في العروض دلوقتي. في النهايه سي ام بانك مش مجرد مصارع، ده حاله بتقولك ان كرامتك اهم من الفلوس، وانك لو امنت انك الافضل في العالم والناس مش شايفه ده، امشي، والزمن هو اللي هيثبت لهم انك كنت صح. تفتكروا انتوا بقى لو بانك كان كمل وممشيش كان وضعه هيبقى ايه دلوقتي؟ هل كنا هنشوف الماتش الاسطوري اللي احنا كلنا مستنيينه في راس المنيا 42 ضد رومان رينز؟ مستني رايكم في الكومنتات. ما تنسوش، انا هنا مش بحكي لكم قصه، انا هنا بوريكم كواليس. سلام.